قعدنا النهارده مع يوم الاثنين من البصخة المقدسة. يوم الاثنين حصل فيه حدثين مهمين جدا، وربنا خارج من بيت عنيا ورايح للهيكل، حس انه جعان، ولما لقى شجرة شكلها جميل جدا وقرب منها عشان يقطف ثمرة لقاها فاضية. ودوت بيفكرنا بخطية الرياء. ايه هو الرياء؟ الرياء هو لما يبقى حاجة من بره شكلها حلو جدا بس هي من جواها مفيهاش ثمر حقيقي، زي اليهود كده لما ربنا وصفهم اكتر من مرة بالمرائين، لانهم من بره بيبانوا متدينين جدا وماشيين دايما على الناموس موسى والانبياء، لكن في الحقيقة هم قلبهم ما كانش نقي، كانوا فاضيين من جوه. والسيد المسيح بيقول تحذير واضح وصريح: والآن قد وضع الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تضع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وزي ما في نبوات الساعة الثالثة أشعياء النبي بيقول لنا: ويل للقائلين للخير شر وللشر خير، الجاعلين الظلام نور والنور ظلام. بالظبط هو ده الرياء، وهم دول اليهود اللي قالوا على السيد المسيح انه شيطان وما صدقوهوش وصلبوه. تاني حدث عندنا بعد ما عرفنا لعن شجرة التين، السيد المسيح راح الهيكل ووصل الهيكل، واول ما وصل الهيكل شاف حاجه ضايقته قوي، وهو ان لقى الناس بتبيع وتشتري، ولقى ناس شغاله في الصرافه، فراح اتعصب عليهم قوي وقلب مواد الصرفه وطرد الناس اللي بتبيع وتشتري في الهيكل، وقال لهم: بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره للصوص. وبعد كده رؤساء الكهنه والكتبه تامروا ان هم يقتلوه، بدل ما يقفوا في صفه ويكونوا معاه ضد الناس اللي بتبيع وتشتري في الهيكل، لان الهيكل ده هم المسؤولين عنه كرجال دين. نلاقي ان هم تشاوروا بينهم وبين بعض ان هم ازاي يخلصوا منه. اخر حدث عندنا في يوم الاثنين من البصخة المقدسة في الساعة 11 اعلان واضح وصريح ان السيد المسيح بيقول لهم: ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. فاليهود ردوا عليه وقالوا له: لعلك اعظم من ابينا ابراهيم. فراح السيد المسيح قال لهم: قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. فاليهود اتعصبوا جدا وراحوا مسكوا حجارة وكانوا عايزين يرجموه، فالسيد المسيح عدى في وسطهم من غير ما حد يعمل له اي حاجه ومشي وسابهم. وهنا كان رفض تام من اليهود ان هم بيرفضوا السيد المسيح، ومن الوقت ده كانوا اليهود بيخططوا ازاي يقدروا يخلصوا منه.